شاركنا بالفرحه بكل حاجه حتى بالكلمه الحلوه. ده فنان تشكيلي حضرتك، يعني سهران هدى لي اسبوع ما نامش دقيقه واحده، كله عشان خاطر يرجع البهجه الزمنيه للناس. البهجه الزمنيه ومحبه الناس. ايه رايك في رمضان زمان؟ رمضان زمان كان ليه وضع ثاني، بس ما يحاولوا الشباب يرجعوه لنا ثاني، يعني باللمه الحلوه دي والشايفه الرسومات والحاجات دي، ما نرجع الروحانيات زمان. نفسك ايه في زمان يرجع؟ نفس الناس الطيبه كلها ترجع، لمة رمضان. انما دلوقتي كله ناس تجيب الفيروس. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. ورمضان في قريتنا حاجه ثانيه، تخش هتجيبك مع الملك ميدو. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم ويا رب كل سنه وانتم طيبين. يعني شايفه عايز غساله دي تحط فيها مسكين. 3 ايام هو سهران. يعني بتبدأوا من قبل رمضان. من قبل رمضان المبادره دي مفكرين فيها، من قبل شعبان كمان مفكرين في المبادره دي. احنا نشكر الاستاذ زكريا مصطفى، هم اصحاب الفكره، هم اللي بادروا بالحياه دي، هم برضه اصحاب راس المال، هم اللي ساهموا، هم اللي عملوا كل حاجه، هم اللي حبوا يفرحوا الشباب كله ويلموا الشباب يد واحده. ده الهدف بتاعهم. يعني عندك اكياس رمضان هتتوزع، افطار على الصحراوي، مبادره قايمه بها شباب برضه مجهودات. يعني بصراحه الناس ما قصرتش، والجماعه دول يشكروا بارك الله فيكم اللي هم قائمين على المبادره، والشباب كله يشكر البلد كله. يبدا معاهم، وفعلا في شباب في البلد بدات ترسم برضه وتنفذ الفكره بتاعتهم. ونشكر الجميع، ونشكر الاستاذ زكريا والاستاذ مصطفى على وجودهم معانا. انا بحييكم على العظمه الجميله اللي عاملينها في قريه العربات. انا لما دخلت القريه حسيت ببهجه وفرحه، يعني ما لقيتهاش في اي قريه ثانيه دخلتها. ده اقل واجب نقدمه للعالم الاسلامي، ويا ريت العالم كله الاسلامي يعمل نفس الوضع، يحتفل معاني. تجيبها من باكستان لاندونيسيا لكل الدول، مش مصر بس اللي بتحتفل برمضان، لا، عايزين كل العالم يرجع ذكريات رمضان. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، ونشكرك على مجهودك انت وتصويرك، ونشكر القناه الف شكر. كل عام وانتم بخير، كل سنه وطيبين. كل عام وانتم